دي بقى وصفتي الجميله اللي هعملها معاكم النهارده. اللي هو الجيلي ما شاء الله تحفه وخيال اهو، بشكل جديد وبطعم جديد. وادي الجلاش اللي انا عاملاه برضو بطريقه شياكه كده، يعني في التقديم وفي العزومات هتبقى جميله، هتعتمديها ومش هتندمي عليها. بصوا بكل سهوله، ادي اللحمه اهي. يعني انا مش شاريه لحمه مخصوص، انا من كل وصفه بشيل حته لحمه، بشيل حته فرخه، وبعمل منها وصفات تانية، لان ايه كل يوم في رمضان عايز. ودي وصفتي النهارده، ودي اللي جلاش التحفه الخيال. وادي دي كانت وصفتي، وتعالوا اتفضلوا افطروا معانا وبألف هنا وشفا على قلبكم، وكل سنه وانتم طيبين وتفضلوا، ويا رب تكون مشاهده سعيده عليكم. النهارده بقى هعمل معاكم وصفه رمضانيه جميله، حاجه حلوه، وهعمل معاكم صينيه جلاش تحفه كده. الوصفه ديت جميله كده. ايه مكوناتها؟ كيسين من الجيلي اهو، وكوبايه من الفراوله، وكوبايه من الكريم شانتيه ديت، والسكر والميه. هنزل بكل كيس جيلي عليه كوبايتين من الميه اهو، ميه سخنه ومغليه طبعا، مش ميه برد. 2 3 كده، ايه 4 بالظبط اهو، انا معبراهم يعني اهو. وهنزل بالجيل اهو، والسكر بيبقى على حسب الرغبه، يعني السكر ده اهو على حسب رغبتك انت بقى. بصراحه يعني هي تحليه جميله والله، وبتبقى ايه حلوه في رمضان، الله عليك اهو. وهتنزلي بالسكر وقلبي بقى كده اهو، قبل ما تحطيه في الخلاط. عشان ايه؟ يعني الخلاط غلط، هتحطي الحاجه ايه سخنه مباشر كده. تنزلي بالسكر، والسكر على حسب رغبتك، شوفي انت بتحبيه وعيالك بيحبوه مسكر مش مسكر براحتك يعني اهو. بتبقى تحفه كده. هنزل بيها في الخلاط كده اهو، مع كوبايه الفراوله. نزلي بقى كل الحاجات ده اهي، تبقى خيال بصراحه. وهننزله الفراوله اهي، كوبايه من الفراوله. وهنزل بكوبايه من كريم الشانتيه الجميل ده اهو، جميله كده، بتبقى تحفه كده. ولو في لبن بودره ماشي، مفيش خلاص يعني عادي. وهضربها في الخلاط وهوريها لكم. وكده ما شاء الله بعد ما ضربته في الخلاط اهو، هتنزلي بقى كده اهو، وبالكاسات او الكوبايات الحاجه اللي متاحه عندك هتنزلي بيها جميل كده. وما شاء الله بقى في الفريزر هيغيب 3 ساعات اهو. عسل وتغيير بقى عن الكنافه والقطايف، او كل يوم عايز حاجات كل يوم. ما شاء الله بيبقى شكله جميل اصلا. ولو عندك بقى لبن بودره ماشي، بس انا والله ما عندي بقى عادي يعني. شوفوا الشكل جميل. وهتزوقيه بقى بفراوله بحاجه يعني زي ما انت عايز. كده خلاص اهو، هدخله بقى الفريزر وهبدا اعمل معاكم الجلاش. وده على ما يكون مسك ايه نعمله الجلاش. وكده ما شاء الله بعد ما دخلت الحاجه الحلوه اللي هو الجيلي بالحاجات ديت في الفريزر في التلاجة هتغيب 4 ساعات. بصوا كده انا معايا بقى ايه لفه جلاش اهو. معايا سمنه بلدي، معايا لحمه، معايا فراخ، اللي انت بقى عايزاه تحشي بيها براحتك. هتدهني بس الصينيه كده اهو حلو اهو. كل سنه وانتم طيبين، وينعاد علينا وعليكم يا رب بالخير واليمن والبركات. اللي وصل بقى لحد هنا ما ينساش يعمل لي بقى لايك واشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد يا حبايبي. وادي احنا ايه كلنا ايه اللي عنده فكره بيديها للتاني. ومعايا الجلاش هاخد ورقتين بورقتين، وهتقومي دهنه بصي كده، هتدهني كده اهو كل ورقتين لوحدهم. ما شاء الله وصفه حلوه وهتنفع لرمضان وللعزومات بقى جميله. عايزه تحطي فراخ اهي ما شاء الله كده اهو في النص كده، فراخ متقطعه ومشوحاه ببصل وفلفل اخضر وطماطم جميله كده. وهتقومي واخده ورقتين بس كده مش كتير عشان يطلع خفيف معاكي ومورق كده. وتقومي بس تانية كده اهو، تتني كده من هنا وتتني نفس التانية من الناحيه التانية كده اهو.
ما شاء الله بيطلع معاكي تحفه كده. وتدهني برضو سمنه اهو كده اهوت من هنا. بص بقى تقومي شداه كده واعملها كده بتطلع معاكي عسل. كل واحد عايز ياخد واحده بقى بدل التقطيع والحاجات دي تغيير. وتقومي بقى نازله كده ورص واحده كمان اهي. ما شاء الله تبارك الله تحفه كده وخيال. وبيطلع بقى ايه خفيف كده وجميل. انا بصراحه بحبه عن اللي هو الصينيه كامله دي. بس اهم حاجه يديك تدهني السمنه، لان السمنه هي اللي بتورق الحاجات دي الجلاش والحاجات دي. وديت ما شاء الله لحمه اهي. وتاخديها كده وتنزلي بقى ايه باللحمه بالكميه اللي انت عايزاها. عايز تنزلي بلحمه، عايز تنزلي بجبن، براحتك بقى. ولو في جبنه موتزاريلا وزيتون وتحطي في معاه كده هيبقى تحفه برضه. احنا بس ايه بنمشوا الدنيا يعني عشان الدنيا غاليه، ودي احنا بنعمله على قد ما الناس تمشي. مش شرط يعني جبن موتزاريلا بقى وحاجات من دي اهو. ومن هنا كده اهو وتدهني برضو سمنه. ما شاء الله تبارك الله كده اهو. وهتقومي تانيها كده بيطلع تحفه. انا بصراحه بحب الوصفه ديت، وانت اما تعمليها تعتمديها هتحبيها. خفيفه وجميل. وما بحطش عليه بيض بصراحه، يعني انا ما بحبش احط عليه بيض، لان البيض بحسه بزفرة كده اهو. كمان واحده وهخلص انا بقى الكميه. بس التاني ده كده اهو ما شاء الله اهي اللحمه اهي. حطي بقى الكميه اللي انت عايزاها والحاجه اللي انت مناسبه لك حطي. ما شاء الله يعني ايه. ما عندي مثلا لحمه مفرومه بوفر حته اعمل منها وصف. عندي حته فرخه اوفر منها حته اعمل منها وصفه تانية كده. يعني ايه لازم نمشوا الدنيا عشان الدنيا غاليه، ورمضان عايز كل يوم ما شاء الله اكل بقى، يعني مش زي الايام العاديه كده اهو. يعني انا مش جايبه الحاجات ديت مخصوص، لا الحاجات دي عندي بواقي وصفات تانية، وبعين من كل وصفه حته من اللحمه حته من الفراخ كده اهو. ما شاء الله بالبواقي كده اهي اهيت كده. هخلص الكميه واوريكم بقى في الاخر. وكده ما شاء الله بعد ما خلصتها هي معايا كوبايه من اللبن، ومعايا بقيه السمنه اللي انا دهنه بيها. تدهني بس وشها كده تاني، اهم حاجه الوش عشان تطلع مورقه معاكي. وبعد ما تدهنيها بقى كويس هتقومي نازله بايه بكميه كوبايه من اللبن. بس لازم تحط عليها شويه ايه حبه ملح صغيرين وحبه فلفل برضو اسمر صغيرين اهو، مش كتير يعني اهو. وحبه ملح برضو مش كتير عشان ما يحدقش الوصفه اهو. تقلبي كده اهو. ما عندك جبنه موتزاريلا فيه ما فيش عادي تمشي الدنيا يعني اهو. وهننزله بقى ايه عليها كده ما شاء الله كده اهو. تسقيه بقى لبن كده. عايزه تحطي بيض حطي، بس انا بصراحه ما بحبش البيض، وعيالي نفسهم ما بيحبوش البيض على الوصفه دي اهي. وهتقومي مدخلاها الفرن على درجه حراره 180. تولعي من تحت، ولو ما خدش وش اديله بس 5 دقايق من فوق. لو لوحده خلاص. وهقول لكم بقى بعد ما يخلص. وكده ما شاء الله بعد ما خلصت ادي الجلاش الجميل التحفه الخيال. وادي الجيلي اللي انا عاملاه معاكم في الحلقه النهارده. ودي كانت حلقتي. واذا وصلت معايا بقى لحد هنا ما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك وتفعلي زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين ومع فيديو تاني. اتفضل.